السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبات قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. غبت عنكم شوية وراجعه لكم النهاردة بفيديو جميل جدا ومختلف تماما، لان مش انا النهاردة اللي عاملة الاكل. اللي عاملة الاكل النهاردة سجا بنتي الصغيرة، عندها 10 سنين هي. عايزاكم بقى تحطوا لها لايك كده وتشجعوها. يلا يا اوجي بقى كده، هو تقولي لهم انتي عملتي ايه. الأول قشرت البطاطس زي ما انتوا شايفين كده اهو. يلا وبعدين. قشرتها كده اهو بالقشارة كلها، وبعديها قطعتها بالسكينة صوابع صغيرة كده اهوت، ومش تخينة يعني زي ما انتوا شايفين. وبعدين قطعناها صوابع كده رفيعة خالص زي ما بتبقى في السندوتشات السوري، صح؟ اه. طيب وبعد كده عملنا ايه؟ غسلناها. بعد كده غسلتها امم ونقعناها شوية في مية، وبعديها بقى قليناها وحطينا عليها توابل اه، كنا بطاطس. جايبين توابل البطاطس ديت من العطار، كانوا الكيسة ديت ب5 جنيه. قولوا له توابل بطاطس سوري، هو عارف هيديها لكم على طول. وماما عملت تومية هتنزلها لكم في فيديو. اه، انا عملت التومية هنزلها لكم في فيديو لوحدها، وكمان عملنا التومية الحمراء اللي هي بتبقى الحار. ويلا بقى سجا كده، عملتي ايه بقى وانتي بتلفي الساندوتش كده؟ حطيت الأول التومية من البيضة ووزعتها في اه، نقول السندوتش لهم بس كله. ان هو المفروض كان يبقى خبز الصاج اللي هو الخبز التورتيلا، بس احنا ايه يعني استخدمنا العيش البلدي بتاعنا اللي كان موجود عندنا، عشان بصراحة انا كسلت انزل اجيب. يلا بقى. وحطيت بقى البطاطس وبعديها خس، والخس كان معطيها طعم جميل قوي. وبعديها حطيت من التومية الحراقة ولفيت السندوتش، ومكنتش عارفة ادهنها كويس. ايوه، هي ما كانتش عارفة تحط التومية الحارة كويس، فحطيتها كده يعني ايه، قطعة كده هو جنب بعضها. وبعديها وبعدين لفيت السندوتش كده اهو، مكنتش عارفة الفه في الأول بس بعديها اتعودت. شطور. وبعد كده عملنا ايه؟ جبنا صينية كده حطيناها على النار. ودهنا زيت كده اهو، وحطينا السندوتشات كده اه، اهوت فيها. ضغطنا عليها كده جامد علشان تاخد لون من تحت. مم. وبعدين قلبناها ايه على الناحية التانية. وكنا كده قبل ما نقلبها بنعمل ايه؟ بندي دهنة خفيفة كده بالزيت علشان برضو تاخد وش كده ولون حلو من الناحية ويبقى التانية. شكلها حلو يعني كده. ايوه صح. وكان طعمها جميل قوي يا جماعة. بصوا الجمال، هي فعلا بجد كانت روعة، وما تختلفش في اي حاجة عن السندوتشات السوري اللي الولاد بيجيبوها من بره. هما اللي بيجيبوها بصراحة، انا ماليش فيها نهائي، يعني عمري ما اكلتها من بره. بس النهارده بجد كانت خطيرة. بصوا ساجا بقى فتحت معاكم سندوتش، بصوا الجمال من كان جوه عامل شكله حلو ازاي. قوي يا جماعة، وكان طعمه احلى. حبيبتي يا اوزي، يلا بقى لايك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.